اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ وده كان فطار امبارح وقلت لازم اوريه لكم لانه فطار اقتصادي، وناس كتير سالتني على الفطار الاقتصادي، قالت لي عايزين يعني حاجه اقتصاديه كده في نص الاسبوع. قلت تمام مفيش اي مشكله. جبت بوله حطيت فيها 4 معالق من الدقيق وهننزل عليهم بمعلقه من النشا. والفطار النهارده يعتبر فطار حرش او فطار اقتصادي جدا، بدون فراخ بدون لحمه بدون اي حاجه من دي خالص. بس ما تنسيش يا بطه يا وزه يا حلوه انت وهي تحطي اللايك بتاعي وتكتبي لي كومنت حلو منك يسعدني ويفرحني. بعد ما حطينا الدقيق وحطينا النشا هننزل ب3 بيضات. تمام كده، تمام كده. وما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويلا بينا بقى كده رشة من الفلفل الأسمر زي ما انتم شايفين كده، رشة محترمة، وكمان رشة من الكمون، وكمان هنحط رشة من الملح. ادي رشة الكمون وكمان الملح، ونظبط بقى الملح بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا في ناس في الصيام ما بتعرفش تظبط الملح، لاني طبعا كانت في ايام الفطار بتدوق، بس حاولي ايدك بتتعود على انك تظبطي الملح مع كتر الاستمرارية. وكمان معلقة من الصلصة، كان عندي كده باكو صلصة هاينز، اخدت اخر معلقة فيزا كده زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى كده سميت الله وصليت على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، وجبت كوباية مية جنبي وابتديت انزل شوية شوية من المية، وهي كوباية واحدة بس. وابتديت ان انا اخلط الخليط كله مع بعضه كده زي ما انتوا شايفين. عايزة قوامه ولا يبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي، يبقى قوامه متوسط. اكيد دلوقتي عرفتوا انا هعمل ايه. هو بصراحة كان معدي الراجل بتاع الكرنب والكرنبيت، فانا لقيت معاه كرنبيتاية صغيرة قوي كده حلوة قوي فعجبتني. فقلت بقى ايه، انا هسلقها ونعملها مع بعض كده، وهنعمل جنبها كمان طبق حلو قوي وبيبقى حرش برضو جنب الكرنبيت، وكمان يفتح نفسك بقى كده على الفطار. هنقلب كله كده مع بعضه لحد ما يبقى القوام زي ما قلت لكم، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي. طبعا بصوا انا هوريكم القوام دلوقتي، بس لسه برضو هديله ضربتين تلاتة. وهنا بقى انا كنت سلقت الكرنبيتة بتاعتي، وعايزه اقول لك على حاجه بالنسبه لسلق الكرنبيتة، ما تحطيش ملح علشان خاطر ما تتهريش منك، هو كفايه بس الكمون. زي ما قلت لكم في الكرنب نفس الحكايه برضو، ما تحطيش ملح علشان خاطر ما يتهريش منك لو هتفرزيه. هنقطعها بقى وردات كده صغيره، وبعد كده هنعمل ايه، هنحطها في التتبيله بتاعتها. وهنا بقى انا كده هنزلها في التتبيله بتاعتها وهسيبها في التتبيله لغايه وقت الفطار، وكان بالظبط فاضل على الفطار ساعه او حوالي ساعه وربع، فهسيبها في التتبيله شويه لغايه ما نيجي وقت الفطار ونبتدي ان احنا نقليها مع بعض. وهنا بقى تاني طبق معانا، وكان البطاطس. طبعا هنهرس البطاطس، انا سلقتها وبحب اسلقها لما بقشرها الاول وبعد كده اسلقها، بتبقى حلوة جدا كده الطريقة دي. لو انت حابة بتسلقيها بقشرها مفيش اي مشكلة، وبعد كده تقشريها مفيش اي مشكلة. هنهرس بقى البطاطس بتاعتنا كده. سحبت الطبق ناحيتي كده علشان خاطر اقدر ان انا اهرسها. وهنا بقى بصوا نقلت القرنبيط في طبق تاني وسبته بقى في التتبيلة بتاعته. وهنا بقى كده نزلت على البطاطس بحزمة صغيرة من البقدونس كده زي ما انتوا شايفين. وكمان انا بحب ادق التوم وبحبه فريش، ما بخزنش توم مفروم لان يعني مش بحبه، كل واحد طبعا على حسب ما بيحب. دقيت كده فصين من التوم بشوية من الملح ونزلت بيهم على البطاطس. وكمان كنت عاملة الشطة معاكم، الشطة الخضراء فاكرينها، هناخد منها كده معلقة وهننزل بيها على البطاطس بتاعتنا. كمان هنحط معلقتين من الزيت وهنحط معلقة من الخل، وهنقلب بقى كل ده مع بعضه. كل ده كده ميكس مع بعضه، بتبقى حلوة جدا سلطة البطاطس. وهنا كمان طلعت المخلل، فاكرين المخلل اللي انا كنت عاملاه مخللاه بحاله؟ طلعت منه كام واحدة كده وقلت بقى اقطع كده حبة منه، لاني عندي الولاد بيحبوه جدا وبيبقى حلو قوي. شايفين جماله، شايفين لونه، حاجة بسم الله ما شاء الله. وطالع حلو قوي قوي ومستوي كده ومقرمش، مش منه ولا طري قوي ولا ناشف قوي، اللي هو التقرميشة بتاعت المخلل الحلوة. هنقطع بقى كمان شوية مخلل جنب الأكلة بتاعتنا، ويلا بينا بقى نروح علشان نقلي ايه، نقلي الكرنبيط بتاعنا ونشوف جماله كده وحلاوته وهو في الطاسة. طاسة بقى كده على النار، وكلنا عندنا نفس الطاسة دي عشان محدش يقول لي الطاسة دي شكلها مش حلو. انا بحب الطاسة دي جدا خلي بالكم. وبحب احمر فيها بصراحة، بحس ان هي تحميرها حلو سبحان الله عن اي طاسة جديدة. هننزل بقى بالكرنبيط بتاعنا كده، وما تمليش الطاسة كرنبيط علشان خاطر يتحمر معاكي كويس ويستوي بسرعة. والنار طبعا ما تبقاش عالية علشان خاطر ما ياخدش وش ويبقى ني من جوه. هيتحمر، واول كده ما ياخد اللون الذهبي كده هوريه لكم على طول.
وهنا بقى صلوا على الحبيب وتعالوا بقى نقلب الكرنبيت. شايفين اللون الخطير دوت؟ يلا بينا نقلب كده. بصوا بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، حاجة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حلوة جدا جدا. نقلب بقى على الجوانب اللي ما اتحمرتش علشان خاطر تتحمر وتستوي معانا. وهنا بقى خلاص كان المغرب جدا في القاهرة، واحنا طبعا في اسكندرية فروق التوقيت. فبصوا ادي الكرنبيت بقى بتاعنا وجماله وحلاوته ولونه الذهبي الجميل دوت، والبطاطس المهروسة بتاعتنا وشوية المخلل. بجد بجد فطار كان حلو جدا، يمكن اكلناه اكتر من اي حاجة تانية. وادي المخلل وادي الجزر اللي انا كنت مخللاه معاكم. حاجة كده عسليات حلويات زيكم، وكمان عصير فراولة او اي عصير بقى انتي بتحبيه او بتفضليه. ويا رب النهاردة فطارنا يكون سهل كان وسريع وكمان مش مكلف، ويا رب يكون عجبكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.